قول لي ايه مقريفك يلي زيزو كيفك. لقطة اليوم النهارده وزيزو بيتلاعب بهشام نصر ومرضيش يسلم عليه زي حتة بتاعت عادل الامام كده لما قال له تشرب حاجة ساقعة، قال له لا مش هديك اصلها حلوة قوي. هو ده زيزو، هو ده زيزو. زي ما تلاعب بلعيبة الزمالك النهارده في ارض الملعب وجمهور الزمالك كان قاعد بيتفرج وهو عمال ياخد عمر جابر يمين وياخد عمر جابر شمال، كمان تلاعب بهشام نصر عضو مجلس إدارة الزمالك ومرضيش يسلم عليه. والراجل يعني بيتكلم كده خالد مرتجي بيقول له يعني يرضيك اللي عامله زيزو؟ قال له اه يرضيني، عارف، وبابتسامات وحضن جميل قوي. زيزو 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 عايز تغيظه هات لي زيزو. زيزو الحراق اللي مولعهم شطه. زيزو 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 بأدائه ورجولته، مش بشتمته قبل الماتش اللي حفزيته وكل ماتش هيدوس عليكوا وهيدوس على وشكوا بأسيست جميل ومباراة ولا أروع من زيزو. أحسن لعيب في مصر زيزو. تلاعب بعمر جابر ولاعبين الزمالك في أرض الملعب وتلاعب بعضو مجلس الإدارة بره أرض الملعب. هو ده زيزو أحسن لعيب في مصر. وإحقاقا للحق هو مش زيزو بس اللي تلاعب بيهم، لا ده كمان بن شرقي ابنهم تلاعب بيهم وقول له يا زيزو وقول له يا شرقي ما يردش. مش عشان التثبيتة الحلوة دي اللي شبه تثبيتة أبو تريكة تعالى وريها لك. اختلف الزمان والمكان ولكن لم يختلف التثبيتة بتاعت حارس نادي الزمالك عواد. النهارده بيقلد مين؟ بيقلد قدوته عبد الواحد السيد، وتثبيتة من بن شرقي نفس تثبيتة ابو تريكة لعبد الواحد في الهدف اللي قدامك دوت. وجهان لعملة واحدة، بن شرقي وابو تريكة، ونفس التثبيتة بالملي بالملي. وده وضع حراسك الطبيعي لما بتلعبنا بيقعدوا يتفرجوا على الاهداف زي ما احنا بنتفرج عليها بالظبط. لا لا يا حبيبي مش دي بس، لا تعالى افرجك كمان على بن شرقي وهو بياخد شيكو بانزا بتاعهم ده اللي هو كانوا بيقولوا احسن مراوغ في القاره الافريقيه وجايبينه مش عارف من البرتغال وعاملين اخدوا سبعايه في نص الملعب. حاجه حوار وخيال. اخدوا سبعه. خد تعالى يا شيكو يلا خد السبعه الحواري دي، سبعه كده من حواري والزواريق المغرب الجميله. اداله سبعايه صايعه من بن شرقي لمين؟ لشيكو بانزا. النادي الاهلي النهارده ابدع في المباراه. اي نعم الشناوي كان هيضيع مننا مباراه في الكره اللي طلع فيها غلط، ولكن الحمد لله ان هي راحت لسيف الجزيري اللي لعبها في ايده بعد كده دخلت المرمى. الف مبروك لعيبه النادي الاهلي، الف مبروك للتجربه الدنماركيه الجديده. الراجل اللي انا يعني ابتديت اتفائل بيه بعد البطوله، واكيد البطوله دي هنبني عليها كتير جدا بعدين. هنبني عليها بطولات، هنبني عليها ماتشات، هنبني عليها لما نرجع القاهرة سواء في أفريقيا أو في الدوري. فعلا فعلا بداية الثقة في الراجل دوت ابتدت من ماتش سيراميكا وكملت في ماتش الزمالك. مش عايزين نبالغ في الفرحة لأن فرقة الزمالك مش أفضل حاجة برضو، ولكن هي بداية جميلة، بداية موفقة إن شاء الله. دي كانت أهم أحداث السوبر اللي حصلت النهاردة. والقاهرة حمراء حمراء حمراء. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو عشان يوصل لك كل جديد في أقرب وقت، عشان فيه فيديوهات وحاجات قوية جدا على القناة هتنزل الفترات اللي جاية وكمان الفترات اللي قبل كده. ما تنساش تتابعني يا حبيبي. بس كده، سلام.